دول تفتكر الدكتور يعمل ايه؟ احسن حاجه ينصحه ما يقربش من الوليه ومراته بتاتا. هنا بقى يشاور على اخر 3 عيال ويقول له عملت كده وبرضه خلفت ال3 دول. تك ايه؟ هو بقيت الناس فين؟ صحيح، ده مفيش الا انا وانت وبس. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ترى احنا تأخرنا كده ليه؟ هو الإمام عيان ولا أغمى عليه؟ يكونش مات؟ عايز ارفع راسي وابص بس خايف يضيع اجري. طب فرضنا إن الشيخ مات، هنفضل ساجدين كده لحد إمتى؟ كونش مولانا ضرب له كنكة حشيش كبست على نافوخه؟ ما احنا في البطنية. الطاعة واجبة. سيدنا سليمان مات والجن فضلت سجداله لحد ما السوس نقر عصايته، يعني الجن يطيع واحنا نعصب. أنا بقول نصبر شوية، وعلى رأي المثل من خاف سلم. وأخيرا تحقق الحلم. لقد أحببت الله منذ الصغر وأخلصت للدين منذ الصبا. عشقت التقوى وصادقت الورع بحكم نشأتي في بيئة ريفية تتعرف على الوقت بصوت الأذان. التحقت بالأزهر الشريف، درست علوم الدين فزاد إيماني وتأصلت عقيدتي، وأنهيت دراستي على خير، وتم تعييني واعظا وإماما. وأين؟ بالقاهرة، وبالقرب من حي الأزهر الذي ارتبطت به ارتباطا وثيقا. عبق التاريخ القديم وعشرات القصص والاجتهادات التي كانت تدور في الأروقة. ها أنا ذا في المكان الذي أحب أن أكون فيه أو بالقرب منه. أنا عبد العال رمضان أبو اليزيد، إمام مسجد التوكل بحي الباطنية. أنت مين؟ أنا عبد العال. عال مين؟ إمام الجامع الجديد. هو مين الجديد، أنت ولا الجامع؟ معلش يا سيدنا الشيخ، اللي ما يعرفك يجهلك. حصل خير يا أخ سنور؟ تمر بحاجة تانية. ألف شكر. شكرا. العفو. الناس هنا أمرهم غريب حقا، وهداية قوم ينصرفون عن دينهم ليس بالأمر الهين. ولكن أليس هذا مرادك الذي طالما سعيت إليه؟ أليس هذا هو ميدانك الذي طالما رددت أنك تود أن تجاهد فيه؟ فلتبدأ من الآن. حببهم في الإيمان وادعوهم ليعبدوا الله حق عبادته، ليجعلوا خشيته دائما نصب أعينهم. اذهب إليهم مصحوبا بالهداية، وإن شاء الله تفلح وتجد عندهم استجابة. أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة. ده الشيخ الجديد اللي جابوه ده صوته ايه؟ عناب. مين ده؟ تعرف الافيونجي مراته ترضاه بيجيبت هنا. لا ضرر ولا ضرار، لكن واجب ان يدفع اجرة المبيت في المسجد. صحيح علشان يصلي. يا مولانا هيحب الصلاة لما يتعود عليها. وهو نبقى 3. الله أكبر. الله أكبر. ايه ده يا معلم؟ القرش ماله هفتان كده ليه النهارده؟ اخص عليك، مفيش حاجة هفتانة تخرج من ايد المعلم. هات النعمة. قلت لك ايه؟ طب خلاص يا معلم خلاص. غور يا واد من وش غور. اللي بعده. نهارك حلو على كل الناس يا معلم. قرش كام يا معلم؟ زي امبارح. انا افتكرت يكون غالي ولا حاجه يا معلم. حلوة ايه؟ حلوة بجد. النهارده من غير فلوس عشان انت ذوق. يابا ده قرش بحاله. وبعدها لك يا حمدون، انا عارف انا بعمل ايه كويس. ده زي البضاعة. وبعدين واحد زبون عكنني طرد، واحد بسطني بسطته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا، حصلت لنا البركه. كرسي واد لمولانا. البركة بفضل الله يا معلم. نزل لنا صنف جديد لسه محدش داق. ما تاخد نفحة منه عشان يخليك تصهلل ساعة الأذان. سامحني يا معلم حنتيتة. عيب لما تكسف المعلم، دي نفحه طيبه. يا أخ حمدون المعلم سيب من يقضي. أحسنت يا مولانا. أولادك دول يا معلم؟ لا، دول ولاد ابن حمدون. قيل لي أنك لم تتزوج. إذا كيف يكون الأولاد بدون زواج؟ مولانا ده في الطراوه خالص. راجل بتاع ربنا، مش فاهمه هو في الأمور الدنيوية بتاعتكوا دي. أنا فاهمك يا مولانا. أصل الواد حمدون ده داير على حل شعر. أيوة لا مؤاخذة يعني بتاع ستات. كل شويه الاقي واحده ست جايه لي جايبه لي عيل وتقول له خد ابن ابنك. ابص فيه الاقيه الخالق الناطق شبه الواد حمدون. اقول لها سيبيه واتكل. العيال ما بتضرش، وبرضه لما بيكبروا بينفعونا في الشغل. انما انت ما قلتليش انت كنت جاي عايزني في ايه؟ في موضوع مهم يا معلم. مهم؟ نعم. حس كده يبقى قوم بينا. اصل المنطقه دي ما ينفعش فيها الكلام المهم. أنا مبسوط منك علشان جيت عرفتني بنفسك أول ما طبيت الحته. عشان أنت الكبير يا معلم. أنا عارف أنت عايز إيه. عموما ما يهمكش أي طلبات للجامع، أنا تحت أمرك ورقبتي سداد. يعني عايز لمط كهرباء فرش، اسمع أنا هجيب لك ميكروفون عشان حيلك ما يتهدش في الطلوع والنزول. أما من ناحيتك أنت فما تشيلش هم. أنا عارف إن راتب الحكومة ما بيكفيش، هنمشي لك راتب. منور يا معلم، منور يا سيدي الحته. ازيك عليهم؟ الحمد لله. ها اخبار ابنك ايه؟ ابني خلص حقوق والبركه في حضرتك يا كبير، عايزينك تتوسط لنا كده عشان يخش النيابه. الله يكرمك. من عينيا. الله يخليك يا معلم. لا مؤاخذة يا معلم. الموضوع غير كده خالص. امال الموضوع ايه لا مؤاخذة؟ الجامع يا معلم على طول فاضي، مفيش حد بيعتبه. مين قال الكلام ده؟ ده الجامع يوم الجمعة بيبقى مكمبل. كمبل؟ يعني اقصد بيبقى مليان على الاخر يعني. يا معلم الجامع المفروض يبقى مليان 5 مرات في اليوم، مش يوم الجمعة بس. لا بقول لك ايه، ما تصعبش الدين عشان هتصعب الدنيا معاه. انا لا عاوز اصعب ولا سهل، انا عاوز الدين حسب شرع ربنا. ربنا غفور رحيم، وبعدين الناس بتصلي في بيوتها في شغلها. يسر يسر ولا تعسر. ربنا يسعدك ويكرمك يا معلم يا رافع راسنا. خدوا دول يا ام سليم وكتري من الدعاء. ويبعد عنك ولاد الحرام. فهمت؟ ايوه يا معلم، بس عايز حضرتك برضو تفهمني. حق ربنا ما فيهوش فصال، والناس هنا في الحته كل واحد في ملكوت تاني. دول ناس مؤمنين وعارفين ربنا.
دول اهل خير. طب ايه رايك بقى ان ربنا راضي عليهم؟ ما هو ربك ده رب قلوب. يا معلم تاني بالمختصر المفيد، قول طلباتك ايه؟ يا معلم انت الكبير وكلمتك مسموعة، وبعدين يعني لو نزلت الجامع وصليت مش هتبقى لوحدك، اكيد في ناس هتتبعك، والصلاة دي فضل كبير، دي بتشيل ذنوب وبتحوش بلاوي. انت جاي تهدد ولا توعظ يا مولانا؟ يا معلم خليك هادئ طبعا، انا جاي اهدي. تهدي مين؟ احنا عالم مهدية ابا عن كده. انت عارف الجامع اللي انت بتشتغل فيه ده مين اللي بناه؟ اكيد راجل من اولياء الله الصالحين. ادي انت قلتها بعضمة لسان. اللي بناه بقى جد حنفيتك الكبير، لو كان اتدفن فيه كان اتعمل له مقام. اسمع يا اخ، انت لازم تعرف اولك فين واخرك فين. عاجبك تشتغل في الجامع بتاعنا على هوانا، اهلا وسهلا ورقبتنا ليك، لكن هتقعد توعظ في الناس بقى وتقول لهم الحشيش حرام ده اللي ناقص، يبقى تشوف لك جامع تاني. الجوامع اكتر منها مفيش. يا معلم انت مرة واحدة كده طبعك اتغير، فين السماحة؟ سماحة؟ لما نتفق يبقى في سماحة، لكن طول ما انت بطريقتك دي هنعاملك زي الضباط بتوع الداخلية. خليك خفيف خفيف عشان العيشة تبقى خفيفة، بلاش عكنانة الله يرضى عنك. يا مولانا الصلاة دي فيها حاجات كتير قوي انا مش عارفها، وضوء وحفظ فاتحة، ده مش فاتحة وبس، ده كمان عايز حاجة جنبها. بقول لك ايه، اديني كده قد 3-4 اشهر وانا هكون زبون عندك في الجامع. 3-4 اشهر عشان تحفظ الفاتحة وسورة جنبها؟ ده اذا ربنا فتح علينا. مضى شهر وشهر آخر والحال كما هو عليه. الجامع بلا رواد والمقهى عامر بالناس. غريب حقا أمر هذه الحارة، إنهم يكرمون الضيف ويغيثون الملهوف ويتعاونون في المناكب، فالإيمان إذا موجود بعماقهم. ولكنهم منصرفون تماما إلى الحشيش، ذلك الرجس الذي يقف بيني وبينهم. اعترف أنك فشلت في هدايتهم، اعترف أنك أخفقت في التقرب إليهم، اعترف أنك هزمت، ولكنك تكره الهزيمة. إذا انزل إليهم واجلس معهم، شاركهم الطعام فلتصبح منهم ليصبحوا منك. وقتها ستجد الهداية تسري منك إليهم وهم لا يشعرون. يا مرحب، جيت في وقتك يا مولانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبير قوي طاير حاير عشان خاطر مولانا شرفنا. قوم يا تروح يا اقعد يا مولانا، اقعد يا مولانا. اعرفك سيد سهلله، اخويا الكبير لسه خارج امبارح من السمرامين. كان شايل عني قضيه كبيره قوي، هو كان هناك وانا كنت هنا. سلم على مولانا يا سيد. ازيك يا شيخنا؟ بقول ايه؟ شكلك مش غريب عليا يا مولانا، انت كنت بتقعد في السجن. لا سهلله، ده احنا اول زباين عندك. على فكره يا معلم حمدون، مولانا صوته مفيش احلى من كده وهو بيقدم. الله، طب ما تغني لنا حاجه كده عشان خاطر سهلله. أنا لا أعرف شيئا عن الغناء. بقول لك عشان خاطر سيد. أنا لا أعرف سوى التواشيح. يبقى تواشيح، وشح يا مولانا وقول، بس والنبي وحياة والدك قول لنا حاجه كده صعبانات حزينه من اللي بتقطع القلب. سبحانك اللهم جل علاك لطفا بعبدك خالقي رحماك يا كاشف البلوى أتيتك راجيا أرجو رضاك فليس لي إلا
حظي في الحياة قليلها إن كان حظي في الحياة قليلها فالصبر يا مولاي فيه رضاك ما حيلتي والعجز غاية قوتي ما حيلتي والعجز غاية قوتي فإذا قضيت فمن يرد قضاك وجهت وجهي نحو بيتك داعيا وجهت وجهي نحو بيتك داعيا يا من تجيب العبد إذ ناداك ايه الهيبه دي يا معلم؟ بك أستجيب بك أستجيب بك أستجير ومن يجير سواك فوقا ضعيفا يحتمي بحماك يا رب يا رب قد أذنبت فاغفر ذلتي أنت المجيب أنت المجيب أنت المجيب لكل من ربنا يعينك يا سيدنا الشيخ والنبي بقى ما تحرمناش من حسك الحلو. مولانا نعم. انصحني يا مولانا، الراجل جوزي كل يوم بيرجع مسطول واول ما يحط راسه على المخده بينام. كل المساطيل اول ما بيحطوا راسهم على المخده بيناموا. بس انا بكون لسه صاحيه. يبقى تنامي قبل ما هو يجي. هو ده كل اللي عندك؟ مولانا أفندم. أنا رشيدة آخر عروسة اتجوزها المعلم حديدة. أهلا وسهلا بيكي. خير إن شاء الله. قول إن الله غفور رحيم. أنا مراته رابعة عندي 25 سنة وهو عنده 50. اتجوزني بعد ما أبويا دخل السجن. ما بشوفوش كتير، مرة كل فين وفين. من مدة الواد سنقر كان جاي وكان جايب معاه الطلبات وانا كنت خارجة من الحمام وشعري كان مبلول وكأنه كان جايب ابليس معاه مخبي جوه جيبه. وحصل اللي حصل واللي حصل ده حصل كذا مرة. عشان كده انا جيت لك تنصحني وحاسه ان
حسن توبتي هتكون على ايديك. التوبة مش عايزة واسطة من حد، منك لربنا دول، بس المهم نيتك تبقى صافية. استودعك الله. اربط جزمتك. انا اسمي ليلي، انت ما سمعتش عني؟ طبعا سمعت عنها، ده كلام الناس كله عليها. الوحيدة اللي قالت لا. كلهم جولي عشان يتصيروا الا هي. عرضت عليها مليون جنيه ما وافقتش. طلع لي فيها على ايه مش عارف. اصل امها كانت اتجوزت واد يا اخي، اتجوزت خواجه اسمه وينستون، قعد معاها اسبوع وبعدين اتنفى. راجل اهبل، قضى معاها ليله عجيبه، وبعد كده قعد يبعت لها شهريه. ايوه البديعه والليله، اصل اسمها الحقيقي ليلى، لكن ليلي ده لما جه جدها وجدتها يشوفوها سموها ليلي. قعدت بديعه تحوش الفلوس وتجرت بيها مع جوزها الجديد اللي اتجوزته، كان مغربي. هم اللي حطوا اساس حي البطنيه بتاعتنا دي. ايوه دلوقتي ماتت بديعه وراحت الفلوس وما عادش فاضل غير ليلي. بشوفها بالليل شغالة جرسونة في كباريه، بس الخواجاية المصرية طالعة فيها، مش عايزة حد يقرب لها، مش عايزة تبقى مننا، هي عايزة خواجة زي أبوها. مساء الخير يا سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ست ليلي. كنت عايزة أطلب منك طلب، بس خايفة تكسفني. خير؟ ممكن أدخل؟ هو أنا أصلي عايش لوحدي والدنيا ليل وهذا لا يجوز. ممكن وقت تاني؟ حتى أنت يا مولانا، وبعدين ده حتى ربنا شاهد علينا. طب اتفضلي. بس نسيب الباب مفتوح. خير ان شاء الله. حاسة إن قلبي مقبوض والدنيا مقفولة في وشي. ربنا يفتحها في وشك وينور لك طريقك. طب ما تنورهولي، ينوبك ثواب. النور لابد ان ياتي من الداخل، من القلب. ازيك يا مولانا؟ اهلا، ازيك يا ولد يا عطوه؟ قفلك الباب؟ لا سيبه مفتوح. لا اقفله لك احسن. لا بقول لك سيبه عشان الهوا يا ولد. طب والله العظيم مين اللي قفله؟ بقول لك سيب الباب يا عطوه. يا عطوه بقول لك سيب الباب يا ولد يا عطوه. عايزاك تعلمني اللغة العربية الفصحى. عندي كتاب سوف احضره لك. لا، أنا عايزة درس خصوصي. استغفر الله العظيم، استغفر الله.
شكرا يا حبيبي. العفو. بنات النيل الشرفاء. كيف لم أستطع أن أؤذن لصلاة الفجر اليوم؟ كان الأمر فوق طاقتي، فقد كانت أول مرة في حياتي أتعرض لمثل هذه المرة. سبحان الله، أنا الذي جاء إلى الحارة ليطرد منها الشيطان تضاءلت طموحاتي، وأصبح منتهى أملي هو أن يبعد عني الشيطان. أنا الشيخ عبد العال، أجد نفسي هكذا في الشرق. أنا الذي أردت هزيمة الشيطان في الناس، أجري خوفا من أن يهزمني في نفسي. أدركت الآن أنه لا يحلو لك التربص إلا محاطا بالجمال أو على هيئة امرأة. لابد أن أمحو من ذاكرتي كل ما رأيت، لابد أن أطفئ في نفسي نور حجرتها. إنها الحرب بيني وبينها، أقصد بيني وبين الشيطان. يا رب يا رب يا رب أغثني يا رب. خوفي ليس من الشيطان إنما من نفسي. يا رب أحببتك نقيا وأعلم أنه لابد لي من أن أنتحر. يا رب أعلم أنه كلما زاد الابتلاء زاد الأجر، وكلما زاد الصبر كلما نعمت بحلاوة القرب منك. إني طامع في الاقتراب منك أكثر، سأنظر أكثر، سأضاعف الإغواء.
إني أهوي يا رب، إني أواصل النظر على عجز وضعف. يا رب لم أكن أعلم أني بكل هذا الضعف. رحمك يا رب، رحمك. يا سميعي ولا مجيب سواك. رحمك يا رب، رحمك. يا من تعلم ما بي. رحمك يا رب، رحمك. أغثني يا إلهي، أدركني يا إلهي. أعلم أنه لا مغيث لي سواك. رحمك يا رب، أيرضيك أن أسقط، أيرضيك أن نهزم، أيرضيك أن يتلبس الشيطان ويسود. الله أكبر. الله أكبر. أنا جاي عشان الدرس الأول. بس أنا جبت الكتاب اللي أنت قلت عليه. الله أكبر. الله أكبر.